بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا ريسيفر بريفكس 6600 اي واقف على لمبه حمراء. مش هي دي المشكله ان احنا عندنا صوت في دايره الباور. هحاول اسمعه لك. اتمنى ان يكون ظاهر الصوت دوت. هنشوف ان شاء الله كده بعد الفاصل. هنحاول نحل المشاكل دي ازاي. ربنا ييسر الحال. تابعوا معايا. كالعادة هنجيب الباور سبلاي بتاعنا مظبوط على جهد 3.3 وموصلين الأرضي في الجسم، وهنيجي على الريجوليتور بتاع 1.8 وهنلمس ونشوف الجهاز هيقوم بسرعة ولا لأ عشان نتأكد من سلامة الشاسيه. كده اشتغل. أنا كده فصلت. هوصل تاني. تمام. انا كده ما عنديش مشاكل في الشاسيه. هتوجه بقى بعد كده على دايرة الباور نشوف عطل اللمبة الحمراء ده سببه ايه، ونشوف الصوت اللي في الباور. احنا كده قطعنا الشك باليقين ان ما عندناش مشكلة في الشاسيه، مش هو المسبب معانا لعطل اللمبة الحمراء. تابعوا معايا. هنفك دايرة الباور، نطلع بيها بره بقى عشان نشتغل. يا ريت يا جماعة اللايك والشير ما تنسوناش. الدعم ده بيفرق معانا طبعا عشان نقدر نكمل معاكم ونقدر نوصل لأكبر قدر من الناس، نفيد ونستفيد. مش هتخسر حاجة لما تدوس لايك، ومش هتخسر حاجة لما تعمل شير، ويسعدنا انك تسيب لنا كومنت جميل في التعليقات. زي ما انت الفيديو وصل لك عن طريق ان حد عمل له مشاركة، انت كمان اعمل مشاركة عشان نقدر نفيد غيرنا. المشكلة عندنا بتاعة اللمبة الحمراء بيسببها مكثفات خط 3.3. العيب ده المشهور في الرسيفرات الصيني. عيب اللمبة الحمراء بيكون مكثفات خط 3.3، وبالذات المكثف 1000/10 أو على 16. فاحنا اوتوماتيك كده من غير ما هنقيس هنخش نغيره على طول، ونشوف هل هو اللي مسبب عندنا للصوت دوت ولا مش هو. لان مسببات الصوت ده حاجه من اتنين: يا اما بتبقى مكثفات فيها مشكله فبتكتم جهد على الشوبر فبتخلي الصوت ده يطلع من الشوبر، او الشوبر نفسه بيكون هو اللي مش كويس. فهنشوف كده. ادي المكثف 3.3 اللي هو الاساسي بتاع 1000/10 او على 16، زي ما انت عايز تحسبه احسبه. هنغيره وهنجرب الصوت هيروح ولا مش هيروح. لو ما راحش هقول لك هنغير مكثف ايه كمان. ده غالبا بيبقى 90% هو المسبب للصوت ده. لو ما طلعش هو يبقى هقول لك هنعمل ايه، بس ان شاء الله يطلع هو. عندي طبعا هنا شوية دراي في بعض اللحامات مشققة. الدراي دوت بيعمل معانا شوية مشاكل برضه يا جماعة. فطبيعي لما اجي اشتغل في اي دايرة باور لازم اكون لماح واشوف لو في درايات. لازم الدراي دوت اعيد لحامه تاني. اي لحام شايفينه مشقق لازم نلحمه عشان يبقى الشغلة تخش لك مرة واحدة، تقدر تعمل اسم في السوق. ان طبعا منافسة شرسة جدا يعني. ما تعملش اسم بالسعر الرخيص قد ما تعمل اسم بالشغل الكويس.
هنسمي الله بقى كده ونجرب. تمام. المشكلة عندي مش مشكلة اللمبة الحمراء، كنت المشكلة الأكتر اللي أنا عامل الفيديو عشانها اللي هو الصوت ده. فهنشوف كده راح الصوت ولا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسيفر اشتغل والصوت مفيش. انا كده مقرب اهو عشان نسمع فيه صوت ولا لا. لا، في صوت ضعيف جدا 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 غير الاول، وهقول لك هنعمله فيه ايه حالا. المسبب بقى التاني الاشهر في الموضوع ده هو اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. اللي هو مكثف 47/50، مكثف VCC. اللي هو ده اللي بيبقى جنب ال IC الباور. هنغيره. وراح فين ال 47 اهو. هنجرب بإذن الله كده خير. بسم الله. لا، لسه في صوت. يبقى كده هنغير بقية المكثفات اللي في دايرة الباور دي بالكامل عشان نمنع بقى الصوت ده خالص. هغير انا المكثفات ديت وهرجع لكم تاني بإذن الله. تابعوا معايا. كده انا غيرت كل مكثفات الباور والريسيفر شغال ومفيش اي اصوات. انا بسمع تاني اهو معاكم، مفيش اي اصوات. تمام. كده قدرنا نعرف الاسباب اللي بتسبب عندنا اللمبة الحمراء
او احد الاسباب المشهورة، وايه اللي بيخلي الشوبر يطلع معانا صوت الصفارة الزنة دي. وقلنا ان هي بتبقى مكثفات الباور، او لو ما غيرنا ومفيش حل خالص والصوت لسه مستمر، بيبقى المشكلة في الشوبر نفسه. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.